كتحسي بنتك ولات بركان كيغلي، كتقلق من اقل حاجه وكتبكي بلا سبب. راه ماشي نهايه العالم، هذه فقط مرحله المراهقه، وخصوصا اذا كانت حساسه بزاف. السلام عليكم، انا كوتش منير. المراهقه كتكون مرحله صعيبه فيها بزاف ديال التغيرات في الجسم، في العقل، وحتى في العواطف. البنت في هذا السن كتولي تفكر بزاف، كتشك في راسها، كترضى وكتغضب بسرعه. باش نتعاملوا معها خاصنا اول حاجه نفهموها قبل ما نحكموا عليها. ماشي حيت مقلقه ولا بكات معناها انها كتحاول تعاندنا، ممكن غير محتاجه اللي يسمعها بلا ما يقاطعها، واللي يحس بها بلا ما يستهزئ بها. شنو خاصنا نديرو؟ نهضروا معاها بهدوء وبدون صياح، نعطيوها الامان باش تعبر على المشاعر ديالها بلا خوف، وما نحاولوش نستهزئوا من الحساسيه ديالها، ولكن نوريوها كيفاش تواجه المشاعر ديالها بلا ما تغرق فيها. نشجعوها دير شي حاجه كتفرغ فيها الطاقه، كالرياضه والرسم والكتابه. الهدف ماشي نتحكموا فيها، ولكن نكونوا معاها في هذه المرحله حتى تولي تثيق في راسها وتعرف كيفاش تعبر على المشاعر ديالها وتتحكم فيها. وانتم شنو هي الطريقه في التعامل ديالكم مع المراهقين؟ كتبوا لنا في التعاليق وشاركوا هذه النصيحه مع شي واحد كيعاني مع بنته او ولده في هذه المرحله الصعيبه. ولا بغيتي نصائح اكثر على التربيه العاطفيه للمراهقين، تابعونا وخليوا لنا السؤال ديالكم في التعليق، حنا هنا باش نعاونكم.